وفعلا بقيت مستعجلة وطلعت أجري على الحمام قبل ما ابني يصحى، بس نسيت أخد غيار ونسيت أخد الفوطة كمان. هو من استعجالي طلعت أجري وقفلت باب الأوضة عليا، ولسه بتلفت وبتدور لقيت أخويا قاعد في الأوضة. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ما تيجوا اما احكي لكم حكايتي، وان عجبتكم ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة. صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وتقول: أنا ندى، بنت جميلة جدا وحلوة وجسم حلو، عندي 27 سنة، متجوزة وماليش إلا أخ واحد. أبويا وأمي ماتوا من صغرنا، سابونا للدنيا نلطش فيها. هو اللي ربطنا وعلمتنا عمتي دي كل حاجة لنا في الدنيا، هي اللي تعبت وشقت لحد ما ربطنا وكبرتنا بما فيه الكفاية، لحد ما كل واحد فينا قادر إن هو يشتغل ويصرف على نفسه. فعلا عمتي دي كل حاجة في حياتنا، هي الأب وهي الأم وكل حاجة. وأخويا ده ماليش إلا هو كل حاجة في حياتي، وقف جنبي لحد ما جه العريس. بدأت العرسان تجيلي، وأخويا بدأ يجهز لي عزالي وجهازي، جاب لي كل حاجة، ما قصرش معايا في أي حاجة. هو جوزني الإنسان كويس جدا ومحترم، هو مبسوط ومرتاح ماديا. ولحد ما اتجوزت هو رحت بيت جوزي وأخويا قاعد لوحده في الشقة. من وقت للتاني بقيت أروح أزور أخويا، أعمل له أكل وأروق له الشقة وأخدمه. طلبت منه كتير إن هو يتجوز، بس هو كان بيرفض، يقول لا أنا هفضل كده، أنا ماليش في الجواز، مش عايز أتجوز دلوقتي. بقيت أستغرب من رفضه، في شاب زيه كده وفي سنه يرفض إن هو يتجوز؟ إزاي؟ دي حاجة ما تتصوراش عقل. وبقيت ألح عليه كتير، وبقيت أقعد أتكلم معاه وانصحه إن هو يتجوز ويعيش حياته، وهو اللي كان بيرفض. بقيت من كل وقت للتاني أجي أشوف طلباته، هو أطبخ له أكل كمان بالأسبوع في التلاجة، يا دوبك يسخن بس وياكل، لأن أكتر أكله كان بيشتريه من بره. لحد ما حبلت والحمل جه في الأواخر وتعبني، ما كنتش بقدر أجي لأخويا، بقى كل حاجة هو اللي بيعملها لنفسه ويخدم نفسه. ولحد ما جه ميعاد الولادة أخويا طلب من جوزي إن هو ياخدنا عنده البيت. جوزي قال له ما ينفعش، أنا مش عايزة أتقل عليك، وبعدين أنت وحداني ما فيش حد يخدمها، إنما عندي أمي أختي هيجوا يخدموها. فلقيت أخويا بيقول لجوزي أنا لو أبويا وأمي عايشين مش كانوا خدوها برضو؟ كان أخدوا أختي ما سابوهاش، اعتبرهم عايشين، وأنا مش هقصر في واجب أختي، هعمل لها اللي هي عايزاه. هو البيت عندي مفتوح لأي حد من قرايبك، سواء أمك أو أختك، في أي وقت يجوا على دماغي، البيت مفتوح. بس أنا مش هسيب أختي لحد ما تكمل علاجها وتقوم بألف سلامة. وفعلا أخويا أصر على جوزي وخدني البيت عنده بعد الولادة على طول. هو قعدت هناك شهرين مع أخويا، بقيت أيام أحتاج له يطلع لي مثلا غيار، يسندني لو عايزة أقوم، يمشيني في الشقة، يعمل لي حاجات كتير. بقيت أستند عليه في حاجات كتير قوي. بس مع الوقت حسيت إن أخويا بيتعامل معايا بطريقة غريبة قوي، أول مرة أحسها منه، ما كنتش بشوفها منه قبل كده. بقيت مكسوفة منه، بقيت أتكسف منه خالص، مع إن الإحساس ده ما كنتش بحسه من زمان، من قبل ما أتجوز. بس الأيام دي حسيت منه حاجات غريبة، حسيته كده إن هو واحد غريب عني، نظراته وحركاته
بقت غريبة قوي، وانا بصراحة كنت بتكسف منه، وطلبت من جوزي كتير ان انا ارجع شقتي ويجي ياخدني بقى. وهو فعلا بقى يطلب من اخويا، بس اخويا اللي بقى يصر ان انا لازم اقعد فترة كمان. وبقى جوزي يتكسف من اخويا وما يرفضلوش حاجة، ما يرفضلوش طلب يعني، وكان يسيبني. وانا كنت اتحايل على جوزي، اقول له انا عايز ارجع شقتي بقى، انا زهقت وعايز ارجع لبيتي ولحياتي. بس اخويا اللي كان بيرفض وكان ممانع، ويقعد يقول لي انا قصرت في واجبك، انا قصرت معاك في حاجة، اللي انت عايزاه هعملهولك. ويا جماعة مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم. وانا ما صدقت ان ابني نام، قلت اخش اخد شاور كده واروق وافوق. وفعلا بقيت مستعجلة وطلعت اجري على الحمام قبل ما ابني يصحى، بس نسيت اخد غيار ونسيت اخد الفوطة كمان. وفعلا دخلت الحمام وقلت انا بعد ما اخلص الشاور هطلع جري على الأوضة بتاعتي واقفل على نفسي الباب.